السلام عليكم. اليوم نوجدوا ميني بطبوط بالخميره البلديه صحي 100%. كنديروا كميه ديال القمح، شويه من الخميره البلديه اللي شاركتها معكم من قبل، وشويه ديال الملحه، وكنعجنوا العجينه ديالنا بالماء دافي. ضروري كندلكوا العجينه ديالتنا مزيان. مباشره من بعد ما كندلك العجينه كنفرقها على جوج وكنشكل منها كويرات، كنقرصهم في الحمامر ديال القمح اولا السميده اللي بغيتو. هنا كنخليهم يرتاحوا غير واحد 5 دقائق، غير باش ملي كنطلق العجينه هكا بالدلك كتطلق معايا، يعني كتعطينا الطوع اننا نطلقوها. صافي كنطلقهم مزيان بالدلاك وكنقطعوهم بهذا الاطار وكنحطوهم يخمروا. ضروري ملي كنديروهم دابا هنا يخمروا غادي ياخذوا لكم واحد ساعه حتى لساعتين. ضروري كندير هذا البلاستيك انا غير باش العجينه ما كديرش لينا القشره، لانها كتبقى مده طويله انها تخمر. صافي من بعد ما كيخمروا كندوز مباشره كنطيبوهم وكيجيو منفوخين ومفروقين من الداخل، كيجيو شهوه منهم. وغادي نبقاو في الاطار ديال الصحي ونحضروا حشوه صحيه. درت الخس مقطع، مطيشه مقطعه، بصله خضاريه حتى هي قطعتها رقيقه، شويه ديال الزيتون مقطع، وطريفات ديال اللادان شحرتهم مع شويه ديال الجبن ريكوتا. كيبقى لكم الاختيار ديالوا الجبن اللي بغيتو، شويه ديال الزيت البلديه، الخل، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السودانيه اللي تتبقى اختياريه، انا كتعجبني ديك اللسعه ديال الحار. صافي كنخلط كلشي مزيان وكنعمروا بهم البطيبيطات ديالنا. ممكن تزيدوا في الحشوه اللي بغيتو، انا اختاريت هكا انني نخليها ما امكن صحيه. وكنتمنى صراحه انكم تجربوهم بالخميره البلديه، كيجيو لذاذ وصحيين وبالصحه والراحه.